الحمد لله. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وعلمنا الحكمة والقرآن وجعلنا من خير أمة أخرجت للناس وألبسنا لباس التقوى خير لباس، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وله الفضل وله الثناء الحسن، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين، فصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله حق التقوى واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أخي الكريم، سورة الكهف من السور التي يستحب قراءتها في يوم الجمعة، ولعلك أخي رعاك الله قد قرأت اليوم سورة الكهف أو جزءا منها وستكمل الباقي، ولربما ستقرأها بعد صلاة العصر. ولعله يمر بنا أحيانا عند قراءتنا للقرآن الكريم تساؤلات حول تفسير بعض الآيات أو بعض قصص القرآن الكريم حتى نفهم المعنى فيزيد التدبر ونستخلص منها الفوائد والأحكام. هناك قصة وردت في سورة الكهف لنبي من أنبياء الله، فسرها نبي من أنبياء الله وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في حديث شريف. قصة فسرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث شريف وشرحها في حديث عظيم. هذا الحديث رواه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل إذ جاءه رجل فقال: هل تعلم أحدا أعلم منه؟ قال موسى: لا. فأوحى الله إلى موسى أن بلى، عبدنا الخضر أعلم. فسأل موسى ربه السبيل إليه، فجعل الله له الحوت آية، وقيل له: إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه. وكان موسى يتبع أثر الحوت بالبحر، فقال موسى لفتاه: قال ذلك ما كنا نبغي، فارتدا على آثارهما قصصا. فقص الأثر إلى مكان فقد الحوت فوجد الخضر. قال الحافظ ابن حجر في هذا الحديث: ورد في هذا الباب الذي أورد البخاري فيه هذا الحديث، هذا الباب معقود للترغيب في المشقة في طلب العلم. أحبتي في الله، بعد غد يتوجه ملايين الطلاب والطالبات إلى مدارسهم ويبدأون رحلة يومية لطلب العلم، ولكنها بفضل الله تعالى ليست رحلة شاقة وليس فيها تعب ولا سفر كما كان قديما لطلب العلم. سيعود الطلاب والطالبات إلى مدارسهم يوم الأحد، ولنا مع هذه الرحلة اليومية وقفات مهمة.
تعنينا جميعا. أولا عن قيس بن كثير قال: قدم رجل من المدينة على أبي الدرداء وهو بدمشق، فقال: ما أقدمك يا أخي؟ فقال: حديث بلغني أنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث سافر من المدينة إلى دمشق ليطلب حديث وليس أحاديث. قال: أما جئت لحاجة غيرها؟ قال: لا. قال: أما جئت لتجارة معها؟ قال: لا. قال: ما جئت إلا في طلب هذا الحديث. فقال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يبتغي فيه علما، من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضاء لطالب العلم، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم. أخرجه الترمذي. أبناء الطلاب، اعلموا أن طلب العلم والتميز فيه والحصول على أعلى الشهادات إذا خلصت فيه النية لله تعالى وقصدت فيه وجه الله تعالى ففيه أجر عظيم لربما لو عشت عمرا لم تحصل عليه. يكفي أنه طريق إلى الجنة، ويكفي أن الملائكة تضع أجنحتها رضاء لطالب العلم. وفي الدنيا فيه رفعة ومكانة بين الناس، فكلما تميزت في شهاداتك كلما تميزت في الحصول على حياة كريمة وطريق للمعيشة. فالعلم فيه خير الدنيا وخير الآخرة. وذاك موسى عليه السلام وهو نبي من أنبياء الله ذهب ليتعلم من الخضر وهو عبد صالح. أبناء الطلاب، هذا العلم له مكانة عظيمة وله أيضا آداب جليلة لتعلمه. ومن هذه الآداب احترام الطالب لمعلمه وتقديره، فقد كان بعض السلف من شدة احترامه لشيخه ومعلمه لا يمد رجله في حضرة معلمه ولا يرفع صوته عند صوت معلمه. ومن هذه الآداب الصبر، فطلب العلم يحتاج إلى صبر وفيه مشقة وفيه تعب، ولكنه في النهاية يورث رفعة ومكانة. وأيضا من هذه الآداب التي يجب أن يتحلى بها طالب العلم الطاعة، طاعة المعلم في غير معصية الله. وقد بين هذا موسى عليه السلام في طريقة طلبه للعلم. قال: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. وهذه العبارة يقولها نبي كريم لعبد صالح يطلب عنده العلم. الوقفة الثانية: أنت أخي المعلم، قد حملك الله تعالى أمانة عظيمة. حملنا هذه الأمانة وهي أمانة التربية والتعليم، والتربية قبل التعليم. فأنت مرب وموجه ومعلم، وهذه أمانة، والأمانة عظيمة يجب أن نبذل كل الجهد لتعليم هؤلاء الأبناء، لتعليم هؤلاء الطلاب، لتعليم فلذات أكباد الناس.
وأن نراقب الله تعالى في ذلك، وأن نصبر ونتحمل في سبيل ذلك حتى نحقق الأجر العظيم الذي نرجوه من الله تعالى. فمسؤولية تعليم الناس مسؤولية عظيمة، ولكن أنت تحمل أخي المعلم رسالة وأمان، وتحمل معك ميراث الأنبياء لتنقله للأجيال القادمة، وغيرك بعدك سيكمل المسيرة. فكن اليوم خير معلم وخير مرب وخير موجه، فهؤلاء الطلاب هم أمانة في أعناقنا سيسألنا الله عنها يوم القيامة، فنبذل قصارى جهدنا لتحقيق هذه الأمانة. الوقفة الأخيرة معك أنت يا ولي الأمر. اعلم أيها الأب، واعلمي أيتها الأم، واعلم يا ولي الأمر أنك المسؤول الأول عن هؤلاء الأبناء أمام الله تعالى. أنت مسؤول أمام ربك، وستقف يوم القيامة كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. إن مصلحة هؤلاء الأبناء تهمك أنت أولا في الدنيا وفي الآخرة، فأنت تريد خيرها في الدنيا على أبنائك لتراهم أفضل الناس، وتريد أن تنجو من الحساب والعقاب والسؤال يوم القيامة. لكن لا بد لتحقيق هذه الغاية وهذا الهدف، لا بد لتحقيق ذلك من متابعة دقيقة، متابعة الأبناء والسؤال عنهم وتفقد أحوالهم في المدرسة وفي البيت وفي الشارع وفي المسجد وفي كل مكان. فهم أبناؤك الذين سيسألك الله عنهم، وسر نجاحهم وتفوقهم هو بيدك بعد فضل الله تعالى وكرمه. أنت أخي ولي الأمر لم تقصر بشيء مع أبنائك، فأنت تشتري لهم أفضل الملابس، وتوفر لهم أفضل الأدوات المدرسية، وتوفر لهم أنواع الأكل والشرب والمال. ولكن بعد هذا كله نريد منك أن تتعب نفسك قليلا من أجل هؤلاء الأبناء، تتعب نفسك بمتابعتهم في البيت والمدرسة والشارع. حينها سترى ثمرة جهدك المتواصل بإذن الله، عندما ترى تميزا ومكانة ورفعة لأبنائك في حياتهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبيك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة والتابعين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين من الكفرة والملحدين. اللهم من أرادنا أو إسلامنا أو مقدساتنا أو وحدتنا بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم انصرهم برحمتك
بنصرك وأيدهم بتأييدك وارحمهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق إمامنا خادم الحرمين الشريفين إلى ما تحبه وترضاه، واجعل له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك التوفيق في الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.